عمرك تخيلت في يوم إن حركة الأسواق المالية مش مجرد أرقام صاعدة وهابطة؟ دي قوة خفية وراها قوى العرض والطلب. وعشان كده في الفيديو ده هثبت لك إن حركة الأسواق المالية مش حركة عشوائية، حركة وراها نظام كامل من الأرقام. عشان نعرف الحدوتة كاملة النهاردة هشرح لك واحد من أهم درس لازم تتعلمه عشان تجيد تحليل الأسواق المالية، وهو هيكون بدايتنا في مدرسة الهارمونيك. والمدرسة دي بتؤمن إن السوق مش عشوائي، وإن وراه كل موجة سعرية لحن رياضي دقيق. لو عرفت تسمعه تقدر تعرف مستقبل الحركة قبل ما تحصل. وأول درس المدرسة دي معانا هيبقى متسلسلة فيبوناتشي. فتعالى نشرح مع بعض ايه هي المتسلسلة دي وازاي اتكونت وايه الدليل ان ارقامها مش عشوائية. كل ده هنجاوب عليه في الشرح، فظبط كده فنجان قهوتك وتعالى نعرف ايه هو الرقم الذهبي. وده رقم هتلاقيه موجود حواليك في كل شيء، في المجرات، في تكوين جسم الانسان، في الزهور، في الطبيعة، هتلاقيه في عجائب الدنيا السبعة. فتعالى نشوف ايه هو الرقم الذهبي وازاي اكتشفه العالم الايطالي ليوناردو فيبوناتشي. والمتتالية دي بتتكون من عددين هما الصفر والواحد، وقايمة على قانون بسيط إن أي عدد بيساوي مجموع العددين اللي قبل منه. فلو جمعنا الصفر والواحد هيدينا الواحد، والواحد والواحد هيدينا الاتنين، والاتنين بالتلاتة هيدينا الخمسة، وهكذا إلى نهاية المتتالية. لو جمعنا أرقام المتسلسلة العجيبة دي بجدول وقسمنا كل عدد على عدد بعد منه مرة وعلى عدد قبل منه مرة، هنلاحظ مع مرور المتتالية تكرار للنسبة الذهبية ومعكوسها. وعشان نعرف يعني ايه المعكوس الرياضي، هو واحد على نفس العدد. يعني عشان نجيب المعكوس الرياضي للنسبة الذهبية هو واحد على النسبة الذهبية. فتعالوا نفترض إن في سهم اتحرك من 100 ل 200. أنا هرسم فيبوناتشي بما إنه في اتجاه صاعد من 100 ل 200، يعني من القاع للقمة. فلما السعر يوصل لل 200 كل هنا هينقسم لقسمين. القسم الأول يا ترى السعر هيكمل صعود، ولو صعد هيوصل لفين؟ والقسم التاني لو السعر هبط هيهبط لفين؟ فتعالى نشوف ازاي نحدد نسب التصحيح ونسب الامتداد. وعشان نجيب نسب التصحيح هنقسم أي عدد من المتتالية على عدد بعد منه. فلو قسمنا أي عدد على عدد بعد منه هتدينا نسبة 61.8، ولو قسمنا أي عدد على عددين بعد منه هتدينا 38.2، ولو على 3 أعداد بعد منه هتدينا 23.6، ولو على 4 أعداد هتدينا 14.6. طب كده أنا جبت نسب التصحيح. لو عايز أجيب نسب الامتداد هعمل نفس اللي أنا عملته بالظبط، بس بدل ما هقسم على عدد بعد منه هقسم على عدد قبل منه. فلو جبت أي عدد من المتتالية دي وقسمتها على عدد قبل منه على طول هتدينا نسبة 161.8. طب لو على عددين قبل منه هتدينا 261.8، ولو 3 أعداد 423.6، ولو على 4 أعداد هتدينا 685.4. ودي تعتبر أهم نسب الامتداد والتصحيح في فيبوناتشي. طب خلاص عرفنا دلوقتي إيه هي أهم نسب التصحيح وأهم نسب الامتداد. طب لو عايز أرسم فيبوناتشي على الشارت، لو أنا عندي اتجاه صاعد فهرسم فيبوناتشي من القاع للقمة عشان أجيب نسب التصحيح. طب لو في اتجاه هابط هرسمه العكس من القمة للقاع عشان أجيب نسب التصحيح بتاعته. طب لو عايز أجيب الامتداد هعكس الرسم. يعني لو عايز أجيب الامتداد من الموجة الهابطة هرسم من القاع للقمة عشان أجيب امتداد الموجة الهابطة دي. الامتداد عندي أدي 127 عند مستويات 3494 وهكذا. طيب لو عايز أضيف أي مستوى لفيبوناتشي دوس كليك يمين على البروبرتيز، هخش على الليفلز وهعمل اد للمستوى اللي أنا عايزه. هنفترض إن أنا عايز أضيف مستوى ال 88، فهعمل 88.6، وهنا أضيف نفس المستوى. كده أنا ضفت عندي مستوى ال 88.6، ولو عايز تضيف أي مستوى من المستويات اللي احنا ذكرناها هتضيفها بنفس الطريقة. وكده يبقى خلصنا أول درس في مدرسة الهارمونيك.